على كل أنا كما تعرفوا نعتذر كان أوخر شوية الاجتماع، ولو أنا طلبت من الإخوان قلت لهم أبدوا، لأن كما تعرفوا كلموني اليوم الجزيرة مباشر وقالوا لي حبوا يعملوا معايا حوار، فقلت فرصة سعيدة أن واحد يمشي، ومشيت شاركت قلت في الأثناء تنجموا تبدوا وأنا نلتحق بكم. يا أخي الإخوان أصروا، خاصة هو الحوار كان متوقع ساعة، إذا به دام يمكن 35 دقيقة. يظهر لي جاتهم أشياء طارئة في سوريا وقفوا البرنامج، وكان حبيت باش نركز في الجزء الثاني من الحوار على عراقيل التعددية النقبية، ولكن للأسف قصوه. ولكن على كل هو المهم في اللقاء التلفزي تحدثنا معناها أن الجزيرة كما تعرفوا المجال نتاعها يتجاوز تونس، وأن الجامعة العامة التونسية للشغل ومبادئها هذا عموما. ولكن للأسف وعدوني أن باش يعاودوا يعملوا لنا حلقة جديدة حول عراقيل التعددية النقبية. المهم أخواتي إخواني، مرحبا بكم في اللقاء نتاعنا اليوم. تقريب حوالي حسب ما شفت يلزمني ديما نحسب 100 إطار نقابي يحضر. بالطبع المقر نتاعنا ما يسمحش يمكن حتى نصف العدد هذا ما نجمش يرفع، ولو أن في القاعة من النوع هذه يظهر عدد، ولكن على كل حال يمكن لأول مرة نعمل اجتماع فيه 100 إطار نقابي من تونس الكبرى. هذا ما يعنيش أن ما نحرصوش باش يكون العدد نتاعنا يتضاعف، ويلزموا يتضاعف، لأن في الحقيقة احنا حبينا اللقاء هذا نعملوه. لازم تعرفوا أن اللقاء هذا لقاء حشد، لقاء تعبئة، لأن كما تعرفوا في اجتماعنا يوم الثلاثاء قررنا باش نعقد معناها ننظم لقاء احتجاجي أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم السبت القادم صباحا. قلنا لمزيد من الحشد نجمعوا أكثر ما يمكن من المناضلات والمناضلين متاعنا باش نعبوهم، باش كلنا نتحملوا مسؤولياتنا. ولهذا نتمنى أن نوقع أكثر اليوم تعبئة، وأن نتمنى أن ما يكونش فما معناها المفروض كل نقابة فيها 5 أو 7 يكون الحضور متاع اللي باش يجوا مش واحد برك بس من نقابة، يكون 4 5 6. نعرفوا رمضان ونعرف ظروف، ولكن هو تبارك الله ديجا معناها كي تبدا تراعي المرأة، هو العنصر النسائي تبارك الله والحمد لله موجود في الجامعة العامة التونسية للشغل، ونحيوهم ونحيوا المرأة التونسية بمناسبة مرور أكثر من نصف قرن على مجلة الأحوال، صدور مجلة الأحوال الشخصية، لهذه هي مجلة رائدة على مستوى العالم العربي والإسلامي. فتحية للمرأة التونسية وتحية لمناضلات الCGTT بصفة خاصة. كما قلنا اللقاء متاعنا اليوم نحبوا نذكروه هو باش نعملوا تعبئة كبيرة باش تكون الوقفة الاحتجاجية اللي قررناها يوم الثلاثاء القادم ناجحة. نذكر من جديد أن الوقفة اللي قررناها هذه شنو هي الأسباب نتاعها؟ هي أسبابها من أجل ضد خرق الحرية النقابية وعرقلة التعددية النقابية. فاش تتمثل هذه العرقلة؟ وشنو هي مبرراتها؟ العرقلة هذه واقعة في جميع المستويات، في تمثيلية الجامعة العامة التونسية للشغل، سواء على مستوى دولي سواء على مستوى وطني، أو في عرقلة نشاطات النقابات نتاع الجامعة العامة التونسية للشغل. وانتم هذا شيء تعيشوا فيه، بمعنى أن المفروض في القانون المؤسسة تتعامل مع النقابات حسب القانون بصفة متساوية. هذا عنده مقر، هذا عنده مقر، هذا يعلق المناشير، هذا يعلق المناشير. هذه هي التعددية النقابية. هذه النقابات نتاعنا قاعدة تتعرض العراقيل. الحكومة الانتقالية مش قاعدة قائمة بالواجب نتاعها. الثورة جات باش تقطع مع المنظومة الاستبدادية في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي الاجتماعي
يعني النقابة المنظومة الاستبدادية كانت قائمة على الحزب الواحد والنقابة الواحدة. احنا نرفض المنظومة هذه، واحنا من قوى الثورة، واحنا السي جي تي تي نتاعنا ما ركبناش على الثورة، احنا اسسناها في 2006 وقت النظام البائد والمباد وشكينا به وما وخرناش ونعتزوا، واحنا الجامعة العامة التونسية للشغل هي من رموز الثورة ونعتزوا بذلك. والمنظمة نتاعنا منظمة مناضلة ما يمكنش تقبل الوضعية هذه ويلزم تناضل بكل مسؤولية، وهي منظمة عندها قيم. سيت اون اورغانيزاسيون كي ا دي فالور. احنا منظمة عندنا مبادئ ما نركبوش ما نزيدوش، مناضلين حقيقة ومناضلة، ونحب نكونوا مناضلات ومناضلين حقيقة صادقين بعاد عن الحسابات وكالكومبين وكالخمج الموجود في الاتحاد. ويلزم نعتزوا نعملوا ثقافة نقابية نعتزوا بها تلمنا، وحدة مش جوفاء، وحدة حقيقية تقوم على مبادئ، ومستحيل تتكون منظمة من غير نضال. يا با دورغانيزاسيون سينديكال سون كومبا، لأن المنظمة النقابية ما هيش جمعية خيرية، هي مناضلة. احنا تعرضنا للعرقلة، والعرقلة هذه تتحمل مسؤوليتها الحكومة الانتقالية بدرجة أولى، وزير الشؤون الاجتماعية بصفة خاصة يتحمل، لأن التعددية النقابية واقع اليوم في تونس وهو مازال يتعامل بعقلية ما قبل الثورة، ونددوا بالممارسات هذه، لأن احنا منظمة مستقلة بمعنى تعتمد على قدراتها الذاتية على المستوى المالي وغيرها. كي يجي ما يصدرش قرار الخصم من أجل، مازال تو ما عملاش، هذه عرقلة. كي ما يصدرش مناشير تنظم التعددية النقابية حسب القوانين ولو احنا مطالبين بتغييرها. كي يجي يعتمد مفهوم خطأ، يتكلم عن المنظمة الأكثر تمثيلية، والمسكوت عنهم في الأكثر تمثيلية بمعنى اللي عندها أكثر مخرطين، وهو شيء مغلوط، لأن المنظمة الأكثر تمثيلية يلزم تعمل مقاييس التمثيلية كل، وهدايا في مجال الشغل مش موجود، وهو فراغ، لأن كانت فما نقابة واحدة، وقت يولد فما نقابات يلزم يحدد المقاييس. في الفصل 38 غامض، في الفصل 39 يقول إذا وقع اعتراض يلزم وزير الشؤون الاجتماعية ياخذ إجراءات، واحنا واعيين بهذا. في اجتماعنا في أبريل أصدرنا لائحة وبعثناها له ونطالبوا بحقنا في المفاوضات الاجتماعية. المفروض وقت احنا طبقا للفصل 39 جبدنا له هذا يفعل هذا وينادينا ويتناقش معنا على المقاييس. تفضوا أقصانا من المشاركة في الندوة العالمية نتاع منظمة الأعمال الدولية اللي كنا نجموا نظهروا فيها ونقدموا، وكان شيء قلنا احنا 2 واللي جي تي تي 6، لأن الوفد العمالي فيه 8. عمل صفقة هو واللي جي تي تي وأقصانا، ومشى في اللي جي تي تي وجماعتهم هم الثورة ويكذبوا، لأنهم كانوا يناشدوا في بن علي. احنا عندنا الملفات كلها ونعرفوا كل شيء، ما نحبوش نعملوا عركة كبيرة. ما تجينيش قيادة الاتحاد تتكلم تقولوا مع الثورة، ما هيش مع الثورة، ضد الثورة، مش صحيح. احنا مع الثورة، احنا المناضلين، احنا اللي شدينا السجن، احنا اللي تعرضنا للطرد، احنا اللي تحدينا بن علي. ماهوش عبد السلام جراد. ما عليكم كان ترجعوا في الكلمة بتاع اللي عملها بريمير مي 2010 شو يقول؟ شنو موقفوا من الحوض المنجمي؟ شنو موقفوا؟ وقت يسمع ان الجيش ما عادش باش يطلق النار بدا يزايد ويتكلموا على الثوره، مش معنى ذلك ما فماش مناضلين ومناضلات نعتزوا بهم في الاتحاد العام للتونس الشغل. واحنا كي نتكلموا على التعدديه النقابيه معناها باش نعملوها مع الاتحاد العام للتونس الشغل، ولكن نعملوها مع الناس النضال، ما نعملوهاش مع رموز الفساد. احنا منظمه عندها مبادئ، عندها اخلاق، لن نتعامل مع رموز الفساد سواء في اللي جي تي تي ولا في اللي ان تي تي. ما نتعامل كان عن نقابيين الصحاح اللي عندهم مبادئ وعندهم، ونحب المناضلات والمناضلين نتاع الجامعه العامه التونسيه للشغل يعطوا المثال في الاخلاق وفي النزاهه وفي الجديه وفي الوحده الحقيقيه
ونعطوا المثال كمنظمة، ونعتزوا أن المناضلات والمناضلين بتاعنا كلهم شباب، كلهم مثقفين، كلهم متعلمين، ما عندهمش كالفيروس نتاع الخمج وكالكومبين وكالروايق الفارغ، ولن نقبله في كل الحالات في الجامعة العامة الفرنسية للشغل، لأن احنا خلقنا هيك. كان ما جيناش هيك، رانا أنا ومحمد شقرون رانا قياديين ورانا عندنا امتيازات، فاش قام نعملوا في المشاكل هذه؟ احنا المنظمة هذه نحبوها منظمة مناضلة، منظمة عندها قيم، ومنظمة تبني عندها دي فورس دو بروبوزيسيون. احنا لما قدمنا مذكرة للمجلس الوزراء حد ما ينجم يقدمها، حددنا ايش معناها بالسيف باش تولي حقيقة التعددية النقابية، لأن احنا مش فقط. أولا نحب نذكركم أن في المسيرة متاع 5 شهور عملنا إضراب في الأطباء كان خارق العادة، ولأول مرة في التاريخ تعمل وحدة العمل بين الجي تي تي وسي جي تي تي. صحيح احنا كنا أغلبية في الأطباء وعملنا عدة نضالات، وفي أي حاجة وفي بعض الحالات حتى بعض أشياء ماناش موافقين على الطريقة ولكن ندعموها. ونذكركم في شركة نقل تونس أول من قام بالإضراب احنا قمنا به، ولي كونديكتور، ومحمد ياخذ الكلمة ويعطيكم الصورة، وتحية لنقابة المترو هم اللي عملوا الإضراب. ولكن احنا كي صار إضراب ما عملناش عملية استعراضية، ما نعملوش الاستعراضية. احنا شنو يحبوا هم زميلهم توقف ظلما حبوا يعملوا الإضراب، قلنا لهم معاكم، قلنا لهم اعملوا لافتات وشوي ما عملوهمش مش مشكلة، هم وصلوا. أما ماناش عاملين، لا اعترضنا على حرية الشغل، لا عملنا تكومبينات ولا عملنا استعراضات، ولكن أول إضراب صار عملتها السي جي تي تي، وجبتها اليوم على الأقل فرصة في متاع الجزيرة، قلنا احنا اللي بديناه وكان فوجئ. ولكن في كل الحالات احنا كما ذكرنا هذه مسألة يلزم تكون، والمذكرة اللي قدمناها واضحة، الأكثر تمثيلية يلزم فيها مقاييس، والمقاييس معروفة. فما مقاييس نوعية. احنا قانون الشغل التونسي مستوحى ان لم يكن مستنسخ من قانون الشغل الفرنسي. والقانون الشغل الفرنسي كان في 2008 تبدل في 7 مقاييس للتمثيلية النقابية. أولا يتكلم على قيم الجمهورية، ثاني حاجة على الاستقلالية، ثالث حاجة على الشفافية المالية، هذا أولا. بعد في آخر المطاف يتكلم على عدد المنخرطين، وحتى عدد المنخرطين سي لا ريبريزونتاتيفيتي ريلاتيف بروبورسيونيل مش ابسولو، لأن واحنا بنفسنا في الثورة اتفقنا أن الحكم المطلق انتهى. مثلا انتخابات المجلس التأسيسي تقوم على التمثيلية النسبية، يعني ما عادش ممكن أنت تحتكر تقول في المفاوضات مثلا في تونسير احنا عندنا فيها 5000، احنا عندنا 2000 ناخذوا زوز، الاتحاد عنده 2000 ياخذ زوز، ما نعرفش كيف فما منظمة أخرى عندها 3، معناه يولوا 5. فما تمثيلية في كل واحدة. في العام كيف فما المجلس الأعلى، المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لازمنا نكونوا فيه أعضاء، فما مجالس نتاع التكوين المهني، فما مجالس إدارة، فما يلزم مبدأ. اليوم في الثورة انتهى الفكر الاستبدادي، انتهى الفكر التسلطي، التمثيلية نسبية. هذا إذا خذينا حتى الكمي بالمفهوم القديم، فما بالك يخذينا النوعي.